عندك مشكله ان شفايفك سمراء، عندك مشكله ان شفايفك سمراء وكمان صغيره، لو انت شاب او راجل وداخل على جواز عندك مشكله ان شفايفك سمراء ودي حاجه كسفاك قوي، النهارده هقول لك على وصفه تعملها في البيت تخلي شفايفك دي لونها يرجع طبيعي احسن من الاول. وكمان البنات هقول لك على وصفه تخلي شفايفك تبقى لونها حلو ووردي وكمان شفايف تكبر. يلا بقى نبتدي الوصفه. وصفه سهله وبسيطه جدا. معلقتين سكر اول حاجه هنجيبهم في طبق فاضي، تمام؟ ركز ان هي مليانه خطوات كتير جدا، وصفه مهمه جدا. هما وصفتين مش وصفه واحده، تمام؟ بعد كده معلقه عسل، دي اول وصفه، لسه في وصفه ثانيه هقولها بعد دي، تمام؟ هنحط معلقه عسل بالطريقه دي. بعد كده هنحط معلقه قهوه، دي كده وصفه التقشير بتاعت الشفايف، دي وصفه التقشير اللي هترجع معانا اللون طبيعي تاني يبقى لون وردي. وبعد كده هنحط زيت جوز الهند، زيت جوز الهند، اوكي؟ بعد كده دي بقى نقلب الخليط ده على بعضه، ده سكراب التقشير لون وردي. دي بقى وصفه تكبير الشفايف اللي هنحطها بعد السكراب. اول حاجه نجيب فازلين، تاني حاجه زبده شيا، معلقه زبده شيا، تمام؟ زيت برضو جوز الهند، تمام؟ وجل الصبار، وهنحط نص ليمونه، تمام؟ اوكي؟ شايفه الخلطه دي هتتحط بعد السكراب على طول، تمام؟ على شفايفنا. اول حاجه السكراب، بعد ما نخلص السكراب بتاعنا نحط الايه التانية على شفايفنا. طب التانية بتعمل ايه؟ التانية بتدي تكبير وتلميع وفي نفس الوقت بتخلي الشفايف بتاعتنا مشدوده جدا جدا جدا، نتيجتها حلوه، الكواليتي بتاعها حلو جدا. طب اعملها كم مره في الاسبوع؟ 3 مرات في الاسبوع، هتلاقي نتائج جامده جدا في خلال اسبوعين بس.